انساو كامل البنيون اللي كنتو ديرو من قبل وأكدولي على هذا. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير كامل على خير. مرحبا بكم في قناتي ليدي نعيم. اليوم جيتكم بهذه الوصفة البنيون وراح نخرج لكم كمية كبيرة، ومع لاباط هذيك تاع الصابلي اللي درناها من تحت راح تذوب في الفم. صدقوني بزاف بنين وننصحكم تجربوه. والعائلة الجزائرية في العيد لازم يكون بنيون فوق الطابلة. ومقبل ما نبداو الوصفة ما تنسوناش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل الوصفات. هنا في إناء كبير راح نحط كاس ونص بسكوي مرحي. أنا هنا زيت استعملت هنايا حليب بودرة وحمصتو، تقدروا تعوضوه بالفرينة. ونزيد هنايا كاس كاوكاو يكون محمص. نخلطو هاد المكونات مليح ونزيد عليه ملعقة صغيرة لافاني وزوج ملاعق كبار جلجلان. ننصحكم تخدموه بالطريقة هذه راح يخرج بزاف بنين. وراح نزيد هنايا ملعقة كبيرة حلوة الترك أو حلوة الشام. راح نفتت هذيك الحلوة الترك كامل باه تدخل كامل في المكونات. وراح نزيد هنا 3 ملاعق عسل، ونزيد عليه زوج ملاعق شيكولاتة الطالي. أنا هنا استعملت أوبتيلا، وأنا الصراحة في البنيون ما نستعملش الزبدة، نستعمل الشيكولاتة ونزيد عليها العسل باه تخرج بزاف بنينة. راح نلموها بهذه الطريقة. وانا هنا زدت لها زوج ملاعق اخرين شيكولاتة أوبتيلا. لازم حتى تتلم وتشكلنا على شكل كورية بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا في الفيديو. وهنا جبت المول اللي راح نستعملو. انا استعملت هذا المول راه متوفر في المحلات. وهنا كنت ذوبت شيكولاتة على حمام مائي وخدمتهم بهذه الطريقة. انا استعملت هذا البانسو باه ميخليليش هذاك الفيد لداخل. وراح نخدمهم كامل بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. راح نكملهم كامل ونرجع لكم. وهنا بعد ما كملتهم ندخلهم الكونجيلاتور حتى تيبس هذيك الشيكولا ونزيد لها الطبقة الثانية. وهنا بعد ما زدت لها الطبقة الثانية خرجتهم وديرت هذاك الحشو عمرتهم كامل بهذه الطريقة. راح نعمروهم نص باه نديرو الكراميل في النص ونزيدو نغلقوهم بالحشو بهذه الطريقة. استعملت هنا كراميل. راح نكملهم كامل بهذه الطريقة وراح نزيد نغلقهم من فوق بالحشو بهذه الطريقة. تسمى ما راحش يديلكم كامل من وقتكم وخفيف ويجي تحفة. ننصحكم تجربوه. وهنايا بعد ما عمرت كامل الحشو راح نزيد لهم الشيكولاتة من فوق. راح نغلقهم بهذه الطريقة. راح نكملهم كامل. وندخلهم للثلاجة نخليهم ليلة كاملة. وهنا راح نحضر لاباط تاع الصابلي. وهذه لاباط تاع الصابلي انا خدمتها بطريقتي وخرجت بزاف بنينة وتذوب في الفم وتجي طرية. هنا درت 250 مانقارينا. انا استعملت مانقارينا ماني. نزيد عليها كاس سكر ناعم وزوج ملاعق كبار كاوكاو محمص وملعقة كبيرة حلوة الترك. وراح نخلطو هذه المكونات. ملعقة صغيرة لافاني ورشة ملح. وراح نزيد عليها
زوج بيضات وصفار بيضة. على بالي الفيديو راه طويل، هكذا باه تفهموا وتجربوها ان شاء الله. وراح نخلط هذه المكونات مليح ونزيد عليها الزيت تدريجيا حتى نتحصلوا على خليط كريمي بهذه الطريقة. وراح نزيد عليه هنا كاس مايزينا نشاء وكيس ونص خميرة الحلويات. وهنا راح نلموها بالفرينة. انا هنا دات لي حوالي 4 كيسان فرينة. كاين الفرينة اللي تشرب وكاين الفرينة اللي ما تشربش، حتى نتحصلوا على عجينة طرية. وكي تحطوها في يديكم راح تشكل لكم كرية بهذه الطريقة. وراح نغطيها ونخليها تروبوزي لمدة ربع ساعة. وهنا جبت كيس بلاستيكي اللي راح نطرحو فيه، درت شوية فرينة من تحت، المقطع راح لي، وراح نطرحوها بهذه الطريقة باه تتنحى بكل سهولة. ما نديروهاش رقيقة بزاف وما نديروهاش خشينة بزاف. راح نجيب هذا المول، انا استعملت هذا المول مدور يكون صغير. وراح نحط الفرينة في الكروطوار اللي راح نحيو به ونحطهم في بلاطو، والبلاطو يكون فيه بابي كويسون وتقدروا ديروا غير فرينة بهذه الطريقة. وراح نحيهم كامل ونحطهم في بلاطو. ننصحكم ديروا فرينة في الكروطوار باه ما تصعبش عليكم. ونحطهم في بلاطو، راح نكملهم كامل ونرجع لكم. وهنا بعد ما كملتهم فضلت لي شوية عجينة راح ندير فيها النوع الثاني من الصابلي وندخلهم للفرن. وكما نعرفوا الصابلي ما نخليوهش يحمر بزاف. وهنا بعد ما خليتهم ليلة كاملة راح نديمو ليهم، راح يتنحاو بكل سهولة. نخليهم في جهة. وهنا نروحوا للمونتاج. هنا انا شريت هذا القطيف محمصين هذه النوعية، هزيت حبة صابلي ودرت له شوية الكراميل توفيا وغطستهم في القطايف بهذه الطريقة. ننصحكم تجربوه بهذه الطريقة وتزينوه بهذه الطريقة، راح يخرج تحفة. وهنا راح نزيد هنا الطوفيا في الحبة تاع البنيون باه تلصق معنا بكل سهولة. راح نلصقوهم كامل بهذه الطريقة. راح نعاود الحبة الثانية معكم باه تفهموا مليح. وتقدروا تلصقوه بالمعجون، عاد ديروا المعجون بهذه الطريقة باه يلصق معكم هذوك القطايف. وراح نزيد في الحبة هنايا طوفيا ولا المعجون إذا كان متوفر عندك، نلصقوهم بهذه الطريقة وراح نكملهم كامل. وهنايا وصلنا للتزيين. أنا هنا زينتهم بالورق الذهبي، غنزينهم كامل بهذه الطريقة. وتقدروا حتى ديروهم في حفلاتكم، وننصحكم تجربوه بهذه الطريقة وراح يعجبكم بزاف. هنا راح نديرهم في الكيسات وراح نحطهم في البلاطو. وهذه هي النتيجة، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. وما تنسوش تخليوا لي هنا تعليقاتكم ورايكم في التعليقات، ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.